عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض صفحة 248 و 249 كتاب كونكت جيم الأضواء يا حبايبي، إنجليزي الصف السادس، محافظة الشرقية. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، أكون متشكرة جدا لكم حبايبي. حطوا لنا أكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده يبقى جزاكم الله كل خير، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله من حل المحافظات ومراجعة ليلة الامتحان. ونقول بسم الله. نص الاستماع يا شباب موجود في نهاية الكتاب. ونقول هنا السؤال الأولاني listen and circle the correct answer from A B C or D. فريدة was born، يعني فريدة ولدت فين؟ إن هتقول له ألكسندرية، ولدت في الإسكندرية عام 1994. فريدة helped her mom، فريدة ساعدت مامتها باي في شراء هير إلدر نايت بورس، هتقول له شوبينج طبعا في شراء المتطلبات لجيرانهم القدامى. طيب فريدة started، يعني فريدة بدأت، هتقول له هنا تري اللي هي الإعدادية، المدرسة الإعدادية سكول إن 2006. she and a team، هي والفريق of volunteers، هي والفريق المتطوعين did a، هتقول له beach clean up يعني نظفوا الشاطئ. طيب choose the correct answer. رقم واحد هنا بيقول لك many birds migrate، يعني العديد من الطيور المهاجرة to find warmer، بيهاجروا عشان خاطر يلاقوا ال weather warmer weather اللي هو الطقس الدافئ in winter في الشتاء. my dad يعني والدي، هتقول له journalist بيكون صحفي. he works for a newspaper، هو بيعمل في مجلة. I always wear، أنا دائما برتدي helmet خوذة when I ride، لما أنا عندما when يعني عندما I ride my bike يعني عندما أنا أركب الدراجة بتاعتي. to protect my head عشان أحمي رأسي، head يعني رأس. طيب read and complete the text with the word in the box. جيمز ألعاب، باص أتوبيس، إيت يأكل، هاوس منزل. هاي I am علي، مرحبا أنا علي. I visited my uncle last week، أنا زرت عمي الأسبوع الماضي. I went there by bus، أنا رحت هناك بالأتوبيس. my uncle's house يعني منزل عمي is near the sea، بيكون بالقرب من البحر. I had lunch with my cousins، أنا طبعا هنا بيقول لك أنا تناولت الغداء مع أولاد عمامي. we played computer games، ولعبنا ألعاب الكمبيوتر. we had a lot of fun، واستمتعنا بوقت جميل. I am going to visit my grandfather، أنا ذهبت لزيارة جدي. next week الأسبوع القادم هزور جدي. طيب احنا كده حلينا صفحة 248. 249 في اللي تشوز بيقول لك the general idea of the text is about، هتقول له عادل was afraid because of his lion. بيقول لك الفكرة الرئيسية للنص بتتكلم عن عادل طبعا كان خائف بسبب الأسود. the underlined verbs الكلمات اللي تحتها خط الأفعال دي woke up مين بتعني، وget up يعني استيقظ. answer the following question، جاوب على الأسئلة حبايبي. طبعا إجابتها محددة في القطعة. بيقول لك هنا how did the lion run away from the zoo، ازاي الأسد جرى بعيدا عن الحديقة. هنا رقم 3 هتقول له the lion opens the cage، طبعا الأسد فتح القفص and ran when the zoo keeper put the food. طبعا بيقول لك هنا الأسد فتح القفص وجرى لما لقى طبعا الحارس بتاع الحديقة بيضع الطعام. السؤال الرابع why did عادل woke up at night، ليه عادل استيقظ في الليل. رقم 4 هتقول له to go to the bathroom عشان يروح للحمام. طيب رقم 5 بيقول لك what did عادل say to his brother، بيقول لك عادل ورى ايه لأخوه. هتقول له رقم 4 قال ايه لأخوه، هتقول له هنا بيقول له don't scare me again يعني ما تخوفنيش مرة تانية. طيب دي إجابة السؤال الخامس. تجي بقى على السؤال الخامس بيقول لك هنا في الترتيب هتقول له ذا كينج الملك ماله بقى was كان walking يتمشى around حلفة around يعني حول ذا كاسل اللي هي القلعة. did you enjoy هل انت استمتعت playing باللعب in the park في الحديقة. read and write هنا بيقول لك can you speak quietly please، ممكن تتكلم بهدوء من فضلك. هنا you must listen انت يجب ان تستمع to your teacher للمعلم بتاعك. في البنك تويت هتحط هنا الاي كابيتال يا شباب، وتحط هنا في الاخر نقطة. وبرضو في هنا في الجملة الثانية هتحط الاي كابيتال وتحط نقطة.
هنا بيقول لك اكتب باراجراف من 50 كلمة عن ماي فيفورت سبورت، رياضتك المفضلة، واستخدم كلمة فوتبول وفريندز وكلاب وسكول وتنس. طيب هنا هتقول له ماي فيفورت سبورت، رياضتي المفضلة از فوتبول، بتكون كرة القدم. I love playing football، أنا بحب لعب كرة القدم with my friends، مع أصدقائي. We usually play at the club، احنا عادة بنلعبها في النادي. after school، بعد المدرسة. sometimes، أحيانا. we play tennis، احنا بنلعب التنس at school، في المدرسة. I like to play tennis، أنا بحب إن أنا ألعب التنس with my best friend، مع أصدقائي المفضلين أو مع صديقي المفضل. كده حبايبي احنا حلينا صفحة 248 و 249 من كتاب كونكت جمال أضواء إنجليزي الصف السادس. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، كنت متشكرة جدا ليك، وربنا ينجحكم جميعا يا حبايبي يا رب. مع السلامة، بالتوفيق والنجاح. حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة يا شباب. مع السلامة.